السلام عليكم ورحمة الله. يوميات عادل السعدية. اليوم غنديرو معاكم الليمون المخلل بالطريقة المغربية او الحامض المرقد بالطريقة المغربية. مفيش نقطة ديال المية، مفيش نقطة مية او مفيش نقطة ديال الماء. دخلوا معنا شوفوا الطريقة، شوفوا كيفاش غادي نتابعوا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله، شخباركم متابعينا الطيبين، متابعينا زوينين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم غندير لكم الطريقه ديال المخلل ديال الحامض بالطريقه المغربيه. غنخللوا الليمون او الحامض بالطريقه المغربيه، طريقه سهله وما فيهاش نقطه ميه او نقطه ديال الماء، ما فيهاش نقطه ميه او نقطه ديال الماء، وتيبقى عندك من السنه للسنه او من العام للعام. غنبداو على بركه الله. لا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك واشتراك في القناه. هنا كنديروا الليمون الكبير، الليمون الكبير او الليمون ايطاليا ولا ما عرفتش، انا ما عرفتش اش كيقولوا ليه. شايفين الليمون او الحامضه هذا هو عندنا في المغرب حنا اكبر من هكا، حنا عندنا في المغرب اكبر من هكا، ولكن هذا هو اللي لقيت دابا كبير، هذا هو لقيت كبير ويمكن بلدي، هذا ليمون بلدي كيجي في المخلل طريقه كتجي زوينه. غنبداو على بركه الله. عندنا شنو المكونات اللي عندنا الليمون وعندنا برطمان وعندنا الملح. هادشي اللي عندنا، هادشي اللي غنخللوه. غنبداو على بركه الله. غنمسكو الحامضه، نجيبو شحال بلاصه باش نقطعو باش ما نضربوش يدينا. نجيبو حامضه ونقطعوها على 4 باش ما نقطعوهاش على 4 حتى الاخر، نخلوها ماسكه ببعضياتها. شايفين؟ على 4 شايفين؟ على 4. وغادي نحطو فيها الملح، غنعمروها بالملح وغادي نحطوها في البرطمان ديالنا. البرطمان ديالنا ما خاصوش يكون فيه الماء باش ما يبوش لينا الحامض ديالنا او الليمون ديالنا. والله العظيم لا بقى عندي من السنه للسنه او من العام للعام. لسه شتي هاد البرطمان انا كنت مرقده فيه هذا فاضل فيهم، كنت مرقده فيه مخلى فيه الحامض من السنه اللي فاتت، كان فاضل فيه شي تقريبا 2 ولا 3، شلتهم حطيتهم في بلاصه اخرى وخديت البرطمان. طريقه سهله وكتبقى ما تتبقى عندك تيجي معسل، تيجي ما كتكونش فيه الماء، تيجي معسل. حنا كنحتاجو بس الماء ديالو. تحطي في قلب الحامضه الملح، كتبغى تزقي يعني تضغطي بهذا باش البرطمان يهز لك كميه كبيره. انا مش كنقطعوش الحامضه للاخر، كنخلوها ماسكه في هذا. وهذا الحامض بلدي تيجي احسن في التخليل ديال بهذه الطريقه. طريقه سهله وجربوها ما تندموش عليها. طريقه سهله وبسيطه. هذا باش حنا كنخللوا الليمون بهذه الطريقه. هذا الليمون حنا تيدخل عندنا في اطباق مغربيه، كيدخل عندنا في الاطباق المغربيه، تيدخل في الطواجن،
تيدخل في الدجاج محمر، تيكون فيه حامض، حنا كنقولوا الحامض. بطبيعة الحال البرطمان كيكون مغسول مزيان. ويا ريت يكون في الزال، يعني البرطمان يكون قزاز او يكون ديال الدجاج، كيكون احسن من البلاستيك، كيحافظ على الحاجه ما كيتفاعلش. حيت الا كان بلاستيك الملح والملح الحامض تيتفاعل مع البلاستيك. هذا لا، المخلل ده اللي كتحطيه في القزاز ما كيتفاعلش مع البرطمان. واخا كتشوفوا راه فيها الملح كثيره، ولكن هذا سبحان الله الملح ما كتبقاش تبان ملي يذوب هذا الملح مع الحامض او مع الليمون، ما كيبقاش يبان. ملي تدي ما كيبقاش يبان. يا ريت كل حامض صفر، كل حامض لونه صفر، ما يكونش لونه خضر. انا جاب ليا بس اختاريت اللي لونها صفر، ما تكونش لونها خضر. وكنبقى نضغطو باش الماء، باش العصير ديال الليمون ديال الحامض ينزل، وما تبقاش عندنا الفراغات في سموها ليا في البرطمان. حنا كنخللو الحامض بهذه الطريقه، وتنخللو الزيتون او الزيتون بهذه الطريقه. ما كنخللو الزيتون من غير الماء، الزيتون بالك بس الزيتون الكحل، الزيتون الاسود. اما الزيتون الخضر لا، الزيتون الاسود تيتخلل بهذه الطريقه، تيجي حتى هو روعه. انا راه عامله لكم في قناتي يوميات السعوديه المغربيه بمصر، عامله لكم فيها الزيتون من غير مخلل، من غير ماء، من غير ميه او من غير ميه. شايفين كيفاش؟ ما شاء الله. هذه كتدي لينا السنه، حيت انا ما كناكلوش هكا. انا كندخلو في الطواجن، في الاطباق المغربيه. تيجي مع فراخ محمره، تيجي روعه. شايفين قد ما ضغطوا عليه تيجي معصر، يتعصر. سبحان الله، كل بلد وكيفاش طريقتها. انا بعدا تعجبني الحامض الليمون بهذه الطريقه. وهذه هي الطريقه ديالها. هكا غنغسل يدي، هذه الطريقه ديال الحامض من غير مخلل، من غير نقطه ديال الماء. وغادي نجيب واحد الكيس ديال البلاستيك، وغادي نحطو ونغطيها ونخليه برا حتى كنحس بيه، يعني
استوى او طاب. ملي تنحس به يعني طاب، ملي كطلعيها كتلقايها معسله، نزلت داك هاد الماء ما كيبقاش هكا، الماء تيولي ملي كتهزيه معسل، يعني بحال الشكل ديال العسل هكا، ثقيل كيولي ثقيل. كتعرفي راه الحامض ديالك يعني خلاص. ما تتخليهش برا، تحطيه في اخر درج ديال الثلاجه، في اخر درج وتتخليه. ما تيخسر لك، ما يصوف، يعني ما تيديرش هذيك الطبقه اللي تكون على الزيتون، الزيتون اللي كيكون بالميه. هو ما تيدير لا طبقه لا شي حاجه، تتخليه في الثلاجه اخر درج وتبقى معك سنه بحالها، يعني من السنه للسنه. انا هذا البرطمان حيت انا ما نخلي عير بحال هكا. الا درت زعلوك ولا درت شي حاجه كنحط واحد طريف، ولا درت دجاج كنحط معاه واحد الطريف. يعني مثلا بهذا البرطمان، هاد القرعه ديال الدجاج كدير ليا من العام للعام. ان شاء الله تكون الوصفه ديال اليوم عجباتكم، وطريقه جديده. تكون هاد الوصفه ديال اليوم عجباتكم، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه. كانت معكم حلقه جديده من يوميات عادل والسعديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.